أسئلة هذا اللقاء. يقول السائل بل السائلون الكرام بما أعده فريق الإعداد ولهم منا جزيل الشكر والدعاء، يقول: ما هي السنة الواردة في أعداد التسبيح بعد الصلوات المفروضة، وما حكم التنويع بها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للتسبيح أدبار الصلوات نقول قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جملة من الأنواع، وهذه الأنواع قد جاء فيها أحاديث جلها صحيح. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك 6 صيغ أو 6 أعداد، ومنهم من يستحب في ذلك التنوع، ومنهم من يقول أن بعضها ناسخ وبعضها منسوخ، والأظهر أن جميعها محكم إلا صورة واحدة، وما جاء عن أبي هريرة في أن التسبيح يكون 11. نقول إن الصيغ التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في التسبيح أدبار الصلوات يتفق العلماء على أن التسبيح من جهة العدد أن يكون سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وأما بالنسبة لعدده فقد اختلفت الروايات في ذلك. جاء في ذلك صيغ متعددة. الصيغة الأولى قد جاءت عند الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذه هي الصيغة الأولى وإسنادها صحيح وهي في صحيح الإمام مسلم. الصيغة الثانية قد جاءت من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، قال عليه الصلاة والسلام أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر كل واحدة 33 إلا الله أكبر يقول 34. وهذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة في ذلك ما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ذهب أهل الدثور بالأجور. الحديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 33. وهذا فيها إشارة إلى 33 في كل عدد، إلا أنه لا يقول لا إله إلا الله، ولا كذلك أيضا يجعل الزيادة في ذلك الله أكبر 34. وهذه الصيغة في ذلك الثالثة. وأما الصيغة الرابعة قد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10. وهذه قد أخرجها البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح وهي الصيغة الرابعة. جاء الصيغة في ذلك من جهة العدد أن يكون العدد في ذلك 25، وهذا قد جاء من حديث زيد بن ثابت قد أخرجه النسائي في كتابه السنن أنه قال: أمروا أن يقولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. قال: فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له: إن نبيكم يقول لكم قولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. قال: فاجعلوها 25. فأتي ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك فقال: اجعلوها كذلك. وهذه الصيغة الخامسة وإسنادها كذلك أيضا صحيح قد جاء عند الإمام مسلم رحمه الله في بعض الطرق من حديث سهيد بن أبي صالح في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أنه قال: يقول سبحان الله 11 والحمد لله 11 والله أكبر 11، ولكن هذه الزيادة غير محفوظة. لهذا نقول إن الثابت في ذلك إنما هي 5 صيغ. الثابت في ذلك 5 صيغ. الصيغة الأولى في قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، وذلك تمام 100، وذلك أن كل واحدة 33. والصيغة الثانية هي ما جاء عن كعب بن عجرة في ذلك أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 ولا يضيف إليها لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الثالثة في ذلك حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 في كل واحدة، وهذا تخالف الصيغة المرتبة الأولى بأنها ليس فيها لا إله إلا الله. الثانية في ذلك أن يقول 25، الثالثة أن يقول في ذلك 10، السادسة في ذلك 11 و11 ليست بمحفوظة وإن كانت في صحيح الإمام مسلم، فيبدو أنها وهم من أحد الرواة. احنا قلنا الآن لما ذكرت شيخنا الكريم على قضية أن هذا صلى ولم يصلي، شلون طيب أنا أحقق معنى الخشوع حتى تأتيني الثمرات اللي راح نفصل فيها ونتكلم عنها؟ أول شيء الخشوع في الصلاة، دائما هذا السؤال يجينا وإحنا كلنا نحتاج أن نخشع ونراجع حساباتنا في الخشوع في الصلاة. لأن الشيخ عنده 4 أشكال أو 5 نخليها بعد الفاصل اللي هم أنواعنا مع الصلاة. أنا دائما أسأل هذا السؤال، سألت قبل أيام كيف أخشع في الصلاة، فأضرب مثال للشباب دائما أقول لهم لو في فريق الآن مشهور عندنا وعنده مباراة مهمة، يا سلام، إيش بيسوون اللعيبة قبل المباراة؟ تسخين، بيسخنوا وبيدخلوا معسكر ولياقة وتدريبات وتمارين عشان يدخل أجواء المباراة.
عشان يدخل وهو في الفورمة زي ما يقولوا. لنفرض اللاعب ما تمرن كويس ولا سخن كويس ودخل المباراة، ايش بيصير؟ بيدخل مشتت الذهن، تمريراته خطأ، تركيز ما فيه. ليه؟ لأنه ما سخن، لأنه ما دخل أجواء المباراة، لأنه على قول الشباب ما دخل في الفورمة، فورمة المباراة. الصلاة تحتاج لك انك تدخل في الفورمة كمان، تحتاج تسخين، تحتاج تحضير من قبل الصلاة، مو تيجي على الإقامة الركعة الأولى الركعة الثانية. لما تيجي بدري، تيجي قبل الصلاة مستشعر الوضوء، خطواتك للمسجد، الدعاء بعد الوضوء، الدعاء في الذهاب إلى المسجد، دخول المسجد، انتظار الصلاة، الدعاء بين الأذان والإقامة، قراءة القرآن، الاتيان بسنن الصلاة. ما تقام الصلاة إلا وانت داخل أجواء ايه؟ داخل أجواء الصلاة. لذلك أعطيك يعني واقع نعيشه. بس المخرج يخاف يزعل عليك. لا بس 20 ثانية خلاص كلم ابو يوسف. اللي يدخل قبل الأذان، اللي يدخل قبل الأذان ومن بدري تجده أكثر الناس ركادة وجلوس في المسجد، فتجده آخر واحد يخرج. اي والله صحيح. واللي يجي الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة تجد يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، التسليمة الثانية عند الباب، يبغى يمشي لأنه ما صلى. لكن اللي جاء وحضر للصلاة وجد معنى الصلاة وحقيقة الصلاة. أنواعنا مع الصلاة وأحوالنا مع الصلاة